السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد، وهذا اليوم الجمعة حتى أصور لكم أكلة المفتول. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم، شو عاملين؟ كل واحد يحكينا شو عامل غدا اليوم. وإن شاء الله بتنبسطوا من فيديو اليوم. وهون بلشت قطعت أجهز لطبخة المفتول. قطعت كوسة وقطعت جزر وبصل وبرشت بندورة حتى انه احطهم على يخنة الدجاج. طبعا استعملت هذه القطاعة حتى اعمل مثل شكل الزجزاج. لا تنسوا اليوم الجمعة الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وذكر الله. وما ننسى أهلنا في غزة وجميع المسلمين من دعائنا. الله يا رب يفرجها على جميع أمة محمد. مثل ما شايفين المفتول، طبعا أنا لأني ما كنت مقررة إني بدي أصور طبخة اليوم، فكنت حاطه على الصوبة. كنت عامل له تهبيلة تانية اليوم. جربت أعمل له تهبيلتين، عملت له تهبيلة أولى وهاي التهبيلة التانية اللي حطينا فيها كمرة البصل. هون مكونات: حطيت بصل، جزر، بندورة مبروشة، حمص، كوسة، وإذا في قرع كمان بصير. البهارات: كمون، هيل، فلفل أسود، ورق غار. طبعا ما ننسى نحط كمان بيعطي طعم زاكي لمرقة المفتول بودرة مرق إذا متوافر عندكم. هون ببلش بحط الزيت في طنجرة حتى إني أعمل صدمة للدجاج. أنا بحب أعمل له صدمة للدجاج. هذا عين الغاز، ما بعرف من لما جبناه كانت إلكترونية وبعدين بطلت إنها تشتغل على الشعلة الإلكترونية، وجبنا الشركة وعملوه فترة ورجع رجعت والله خربت. فعشان هيك أنا بستخدم الولاعة حتى إني أولعه. مثل ما شايفين هون بلشت أحمر بالدجاج، وأكيد بعد ما أحمر الدجاج وأخليه ياخد اللون الذهبي الحلو. في ناس طبعا المفتول له طرق كتيرة، كل واحد بيعمله على طريقته. في ناس بتحبه على أدامه، في ناس بتحبه تحب تحمر الدجاج. كل واحد وشو بحب. طبعا زي ما تعودتوا أي شي بيطلع وأنا بحضر الغدا بجليه أول بأول. هون حطيت دول الجلي وحطيت شوية هايبكس وجليت هالجليات عبين ما يتحمر الدجاج في الطنجرة. شكرا لكل حدا اشترك جديد وانضم للقناة، وشكرا لمتابعيني القدامى. ان شاء الله يا رب قناتي بتكبر فيكم اكتر واكتر، وبوصل ل1000 متابع وبتنتشر قناتي وبستمر معكم. الله يبارك فيكم وينولكم الجنة. شكرا لكل انسان بكتب كلمة حلوة بحقي. الله يا ربي يرضى عنكم جميعا. ما ننسى كمان نترحم على جميع أموات المسلمين، الله يرحمهم. ما ننسى كمان الدعاء، الله يشفي المرضى ويشفي المظلومين، آمين يا رب العالمين. وكمان بطلب منكم إنكم تترحموا على والدي ووالدتي، الله يرحمهم ويرحم جميع أموات المسلمين. مثل ما شايفين هون خلصت الجليات. هلا بس اخلص بمسح المجنة. طبعا اليوم الشباك كان الجو شوي برا بارد، فبلش الازاز يعرق، بس انا ما صورت لكم اياه. طبعا هون مثل ما شايفين مسحت المجلة بعد ما خلصت الجلي. خلينا هسا بعد ما خلصنا جلي نرجع لطبختنا. قوموا تشجعوا، اجلوا، اعملوا لكم أكل زاكي، أكلة حلو. أكيد اللي بالأردن خصوصا من البرد قاعدين، لأنه صراحة اليوم شوية برد، ما بدي أقول كتير بس الجو بارد. هلا مثل ما شايفين رح افرجيكم كيف اللون الذهبي اللي بدي يوصله الدجاج، لانه انا ما بحمر مثل ما حكيت لكم الدجاج. في اخت قالت لي بالتعليقات انه المره الجاي ابهر دجاج المقلوبه واقليه واحطه بقاع الطنجره. بس انا حبيت اوضح انه احنا في البيت ما بنحب نقلي الدجاج ونحطه بالمقلوبه، عادي بنحب ناكله. بحب يلتسع من نفس الطنجرة وناكله.
فلو ما كان محمر عادي ما في مشكلة. هون بعد ما رفعت الدجاج بحط البصل، والبصل بعد ما حطيت البصل بحط البهارات اللي عديتها وورق الغار وبحركهم منيح. لا تخافوا من اللي لزق بالطنجرة لأنه كله هذا رح يطلع مع تحريك البصل من الطنجرة. صدقوني ما رح نخلص ونفضي طنجرتنا، رح تكون القاع تاعها بيلمع 100%. كل اللي بالقاع راح يطلع من مية البصل. وهون برجع الدجاج على الطنجرة وبرجع بقلبه مع البصل. بعدين بعد ما اقلبهم منيح بجيب وبضيف عليه معجون البندورة، لانه انتوا تعودتوا انا بحب اقلي معجون البندورة مع الزيت، بيعطي طعم اذكى للاكل. هون استنيت البندورة تنزل لحالها بس شكلها متجمدة مع البرد، فقلت خلص بشيلها بالمعلقة. مثل ما شايفين بحرك الدجاج ومعجون البندورة والبصل مع بعض. ان شاء الله يا رب انكم تستفيدوا من فيديوهاتي. ما شاء الله عليكم، بعرف كلكم ستات بيوت وبتطبخوا، بس احنا بنتعلم كلنا من بعض، مش غلط. هون مثل ما شايفين بنزل الجزر وبنزل الكوسة وبحرك، وبعدين برجع بنزل البندورة المبروشة وبنزل الحمص وبخليهم شوي مع بعض على الغاز حتى إذا في ينزلوا ميتهم. يعني بحب إنهم ينزلوا شوي من ميتهم، وبعدين بكون غالية مي ببريق الكتل وبحط عليهم. مثل ما شايفين بحركهم منيح منيح مع بعض، وبعدين بغطيهم وبخليهم شوي، وبعدين بضيف عليهم المية المغلية. هذا الحمص انتوا شفتوا انا مبارح بالفيديو تاع مبارح انه كنت ناقعه، بس سلقته في الليل. يا سبحان الله، الحمص اللي جبته من عند المحل طلع ما شاء الله. يعني ما كنت ناقعه 4 5 ساعات، حطيته على الصوبة يعني ساعة ونص كان منتهي. فطلعت نوعيته ممتازة ممتازة، حمص بلدي أصلي صراحة. لأنه ما شاء الله بسرعة بسرعة إنه استوى. فبعد ما برد حطيته بكيس، حطيته بالتلاجة حتى إني أستعمله. طبعا الكمية الباقية بخليها بكيس وبحطها بالفريزر. طبعا هون بآخر شي بعد ما أحط المي بحط بودرة مرق الدجاج. صدقوني بتعطي طعم زاكية لليخنة. هون المفتول جبته وفضيته لأنه خلص بكفيه على الصوبة أو الغاز. أنا لأنه كنا مولعين صوبة الكاز فخليته على صوبة الكاز. هذا طبعا مش ملزق يعني كان بس هو ضل معلق بالمصفاي، بس رجعت نزلته. وهي المفتول جاهز. طبعا حركته حتى الكاميرا تتوزع فيه كامل. هون حبيت أفرجيكم كمان اليخنة بلشت تغلى. طبعا مثل ما شايفين هون بعد شي 40 دقيقة خلصت طبختنا. بشرب المفتول بالمرقة اليخنة، بعدين بحط عليها بوزع الجزر والكوسة والدجاج، والحمد لله رب العالمين أكلنا وحمدنا رب العالمين. جربوا طريقتي بالمفتول إن شاء الله راح تعجبكم. هذه الطريقة تعلمتها من أمي، وكانت الله يرحمها أمها تعملها بنفس الطريقة. والصراحة أمي الله يرحمها كانت تفتل المفتول هي على إيدها. صراحة بعد ما توفت افتقدنا للمفتول البيتي. بس أنا اندليت على مفتول صراحة شركة العز. مفتول شركة العز جد جد مفتول كأنه مفتول بالبيت، لأني أجربت كتير أنواع جاهزة بالسوق. بس قريبا رح أتعلم الفتل، وإذا تعلمت إن شاء الله وأتقنته 100% رح أشارك معكم الفيديو على اليوتيوب. هاي غدانا مثل ما شايفين. حبيت أصور لكم السفرة. وهذه الكيكة اللي عملتها مبارح على صوبة الكاز. حبيت بس هي عندت معي شوي السكين، بس بالأخير طلعت القطعة. حبيت أفرجيكم إياها ما شاء الله. وعلى فكرة كيكة الكاكاو بيتوها بالثلاجة وكلوها تاني يوم. أزكى بالعافية علينا. وبشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.